خد بالك قصة التجنيد بتتلخص في كلمتين ملهمش تالت. يا حضرتك قدمت عن التجنيد، يعني حضرتك ما قدمتش عفوا عن التجنيد، يا حضرتك قدمت ودخلت وهربت. لو حضرتك ما قدمتش اصلا وما دخلتش التجنيد، يبقى حضرتك تتصالح بعد ما تكمل 31 سنة عشان تدفع الغرامة وممكن تقسطها كمان. لو حضرتك دخلت بالفعل وما قدرتش تكمل وهربت وحاولت انك تساوي وضعك، هتتسجن بالمدة اللي هربت فيها، المدة المتبقية يعني، وهتدفع الغرامة. فحضرتك تنتظر لغاية 36 سنة علشان تاخد الشهادة بتاعت حضرتك وتدفع الغرامة، ويا دار ما دخلت شر ويا دار ما دخلك شر، وخلص الموضوع على كده. فياريت حضرتك تاخد بالك في كلمتين، فرق ما بين انت قدمت الدوسيه وفرق انك دخلت الجيش بالفعل. تمام كده؟ وربنا يسلمكم جميعا واشكركم جزيلا.